السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ هتكلم معاكم دلوقتي عن ان انتي ازاي تعرفي نوع بشرتك. لو انتي اول مرة تشوفيني، انا منى من قناة منمن احمد. لو ما شفتيش القناة بتاعتي قبل كده، يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. وتعملوا لايك للفيديو يا بنات، ما تنسوش. وكمان يا ريت تشيروه عشان كل البنات تستفيد. ازاي ان انتي تعرفي نوع بشرتك؟ في بنات كتير قوي لما باجي اتكلم واقول ان انتي تستخدمي كريمات او تستخدمي من الميك اب او اي منتجات، تستخدمي حاجة لازم تكون نوع بشرتك، اذا كان غسول اذا كان ميك اب، اي حاجة يعني. ففي بنات كتير تقولي طب انا مش عارفة يعني ايه نوع بشرتي، يعني انا مش عارفة نوع بشرتي ايه. ازاي تعرفي نوع بشرتك؟ في بنات كتير بصراحة سألتني عن الموضوع ده. احنا عندنا 5 انواع من البشرة: في البشرة الجافة، وفي البشرة الدهنية والمختلطة والعادية والحساسة. كل واحدة بيبقى ليها علامات معينة بتتعرف بيها. اول حاجة البشرة العادية، من اسمها كده هي بشرة عادية. يعني هي فيها مميزات ان هي مش بيبقى ليها، مش مشاكلها ما بتبقاش كتيرة. وعيوبها مش كتيرة، هي ما بيظهرلهاش حبوب ولا بيبقى فيها احمرار او دهون. الدهون دي تحس ان الوش عرقان على طول، لا. والمسام بتاعتها مش بتكون واسعة قوي، وبتبقى على طول ناعمة وصحية كده. دي البشرة العادية، ما بتعانيش كتير من مشاكل يعني. البشرة المختلطة، ودي بتبقى فيها شوية، في مناطق فيها بتبقى فيها دهون، بتبقى عند المناخير او عند الجبهة القورة كده من فوق. دي بتبقى فيها دهون وساعات الخدود، فبتبقى على حسب يعني. دي بتبقى البشرة المختلطة. ودي بتبقى في بنات منها بتعاني من الرؤوس السوداء في منطقة المناخير. فانتي لازم طبعا تهتمي بيها. يعني الرؤوس السوداء دي بتواجه نوعين من البشرة: من البشرة المختلطة والبشرة الدهنية. فانتي طبعا لازم تهتمي بالبشرة المختلطة دي وترطبيها. آه تمام. بعد كده البشرة الجافة، وهي من اسمها طبعا معروف ان هي بشرة جافة، يعني على طول بتبقى جافة، وتحس ان هي ملمسها كده جاف، ومظهرها باهت كده، وتحس ان الوش يعني بهتان كده، مفهوش نضارة او مفهوش حاجة، وبيبقى فيه كمان بقع حمراء في الوش. الجفاف على فكرة ليه مشاكل كتير جدا جدا. فالبشرة الجافة دي لازم اهم حاجة ليها حاجتين مهمين جدا، ما ينفعش تعيشي من غيرهم. اول حاجه ان انت تشربي ميه كتير جدا، لان الميه، وعلى فكره في جميع انواع البشره، الميه يا بنات مفيده جدا جدا للجسم وللبشره. ليها فوائد كتير جدا، لو قعدت اتكلم عنها فعلا مش هتخلص. اهم حاجه ان انت تشربي سوائل للبشره الجافه، ان انت تشربي سوائل كتير. تاني حاجه ان انت ترطبيها، لازم تترطب على طول. وخلي بالكم ان اصحاب البشره الجافه بيبقى التجاعيد في البشره بتظهر بسرعه جدا. يعني بتظهر قبل اي بشرة تانية. فانتي خلي بالك جدا من النقطة دي، ان انتي لازم ترطبيها على طول. وان انتي تشربي مية كتير، خلي بالك من الحاجة دي. البشرة الدهنية، طبعا في بنات كتير عارفة ان هي بشرتها دهنية، لان هي بتبقى عندها دهون في وشها. معنى كلمة دهون ان وشها بيكون فيه لمعة جامدة، وطبعا بيكون فيه حبوب. بتحس ان وشك كده مدهون عليه فازلين او عرقان كتير، لان المسامات، المسام عندك يعني المسام في البشرة الدهنية بتكون يعني واسعة، بسبب كترة الافرازات، فبتطلع طبعا دهون على الوش. فالناس اللي اصحاب البشرة الدهنية برضو اهتموا بيها كويس جدا، وان انتي تستخدمي لها. اهم حاجة في كل بشرة من اللي انا قلتهم دول، ان انتي تستخدمي غسول يكون مناسب لبشرتك. تجيبي غسول يكون مناسب، ايا كان انت بشرتك عامله ازاي او بشرتك نوعها ايه، تجيبي غسول ليها. الغسول ده على فكره بيفرق جدا جدا. بعد كده البشره الحساسه، دي بتكون ما بين يعني هي بتكون جافه شويه، وبتكون فيها حساسيه، يعني من اقل حاجه بتلتهب. يعني ايه من اقل حاجه تلتهب؟ يعني انت ممكن لو حطيتي كريم ما يناسبش البشره الحساسه، تلاقي عندك كده احمرار، وبالذات كمان لو في عطور. البشره الحساسه اكنها بتشم اي حاجه. ممكن تقلب عندك بحمار، وممكن تعمل بقع، وممكن تقلب بحرقان، وان انت تخليكي تقعدي تهرشي. فالبشره الحساسه دي لازم جدا ان انت تخلي بالك منها. لازم تستخدمي لها الكريم المناسب، لازم تستخدمي لها
اللهم صل على النبي. لازم تستخدمي لها الغسول يكون مناسب للبشرة بتاعتك، عشان ما تحسيش زي ما بقولك كده بحرقان او يطلع لك حبوب او تقلب لبقع. فهي دي كانت انواع البشره. فانتي طبعا اكيد عارفه بشرتك بتتعرض لايه. يا رب اكون فدتكم على قد ما اقدر بالمعلومات دي، وان انت تكوني عرفتي تحددي نوع بشرتك ايه. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. هعمل معاكم فيديو تاني، في بنات طلبت مني فيديوهات كتير عن حبوب الشباب وكده. فبإذن الله هعمله قريب. بس انا والله باخد وقت جدا في تجميع المعلومات دي، لان انا بخش على اكتر من حاجة وبقعد اسمع لدكاترة وحاجات كتير كده عشان اجيب لكم المعلومة باختصار، الخلاصة يعني زي ما بيقولوا. يا رب اكون فدتكم على قد ما اقدر. وعايزه اقول لكم ان الموضوع ده برضو انا منزلاه على صفحة الفيسبوك وعلى الانستجرام. هتلاقوا الروابط او اللينكات يعني بتاعتهم تحت في صندوق الوصف. خشوا شوفوها وهتستفادوا برضو. ككتابة انا بنزل الحاجات دي كمواضيع، وبرضو بعمل لكم فيديو ليها، عشان عارفة الناس اللي بتتابعني على اليوتيوب غير اللي بتتابعني على الفيسبوك، فكلكم عايزاكم تستفادوا. يا ريت يا بنات تشيروا الفيديوهات بتاعتي عشان كل البنات تستفاد. آه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. هتوحشوني يا حبايب قلبي. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.